السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. غدا إن شاء الله مباراة هامة جدا جدا بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في بطولة الدوري العام. وكلكم عارفين إن نادي الأهلي والنادي بيراميدز يعني نقاطهم ضعيفة جدا في الدوري، وهو يعني يعتبر في المراحل متأخرة جدا من الدوري، لكن المباراة مهمة جدا. وطبعا زي ما كلكم عارفين المباراة لها نتيجة واحدة، وهي فوز النادي الأهلي. كده بقى على عينك يا تاجر، ومفيش أي كلام، واللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه مش عاجبه. احنا جبنا الحكم الفاشل الفاسد وبطاقم تحكيمي كامل اللي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم قبل الماضي، وأعطى النادي الأهلي بطولة الدوري. النادي الأهلي طبعا وضع هيبقى صعب جدا لو تلقى هزيمة. يظل نقاطه عند النقطة الخامسة، وبإذن الله الزمالك يتقدم على وادي دجلة ويبقى رصيد الزمالك 13 نقطة. الأهلي حسبها مظبوط، لازم الأهلي يفوز. وطبعا عشان الأهلي يفوز بالسكواد الضعيف جدا جدا، سيبك من الكلام بقى الأهلي بمليارات ومش عارف ايه، كل ده فاشل وفاسد. فالمباراة لها نتيجة واحدة، ولها حكامها اللي هم يديروها ويخلصوها زي ما الاهلي عايز. طبعا ما فيش غير الغفير، رخص الرخيص، المشبوه، المرتشي، زي ما انت عايز تقول قول. حكم فاشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفي الاسم جبنا حكم أجنبي يدير مباراة للنادي الأهلي وبيراميدز. وعشان كده بيفكروا لك هل يطلب المصري حكما لمباراته مع نادي الزمالك؟ ايه، هيدوروا له على رخص كمان ولا ايه الحكايه؟ لان طبعا الوضع بقى بالنسبه لهم سيء ومزري الى اقصى درجه. حبيت بس في البدايه اوضح نقطه مهمه في قبل ما نخش في المعمعه بتاعه حلقه اليوم. اقول لك ان النتيجه هي نتيجة، يعني نتيجة واحدة لمباراة الأهلي وبيراميدز، وهي فوز نادي الأهلي بالمباراة غدا، شاء من شاء وأبى من أبى. هي دي الحقيقة اللي تم الإعداد لها بمنتهى الدقة. يقول لك إيه ده، جايبين 2 حكام على الفار، ده عشان بس يعني زر للرماد في العيون. اهوت 2 مصريين موجودين، احمد الغندور ومش عارف مين كمان معاه، اظن حسام عزب حجاج، يعني ناس يعني تنتمي انتماء تام للنادي الاهلي، موجود مصريين مع بتاع الفار. عشان ايه؟ ما هو بتاع الفار قاعد موجود، اللي كان موجود السنه اللي قبل اللي فاتت، ومعاه رخص والدنيا زي الفل. وكلكم عارفين ايه اللي حصل، ومش هتكلم فيها تاني لان ضرب الجزاء فضيحه. بيدرس فشل هذا الحكم على مستوى الفيفا بانه او اقذر حكم ممكن يحكم مباريات. ده رايحين نجيبه وندفع له 80,000 دولار، هي تعتبر بمثابة رشوة، ياخد قدهم كمان اما يخلص وينهي المباراة على خير ما يرام ويهزم نادي بيراميدز. هي دي الحقيقة، عشان اللي بيتكلموا كتير ينكتموا ويحطوا في بقهم جزمة قديمة، ويعني عارفين البطولات كيف تدار داخل المنظومة الرياضية في مصر. نروح للأهم بقى وحلقتنا اليوم. أحبائي عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، أهلا ومرحبا بكم. معكم حسين خضر وحلقة جديدة بقناتكم حائط صد زملكاوي. معنا ايه النهارده يا جماعه؟ وحلقه دسمه جدا جدا جدا. خليك معايا. عودة الارض. لن اترك الارض حتى يتم العمل فيها من خلال نادي الزمالك. فهنتكلم عودة الارض، وعمرو اديب فجرها، وشكوى مرتضى والرد عليها، وتصريح صادم للنادي الاهلي، وايقاف الحكم الفاسد، والخطيب فاشل.
مش انا اللي بقول. وهرتلة الغندور اللي الناس كلها طلبت ان انا اتكلم في هذا الموضوع. نروح لحلقتنا اليوم. بس رجاء من حضراتكم دائما دعم القناة باللايك والشير، مهم جدا جدا صوتي يوصل لأكبر قدر من الناس. كمان الإخوة المحترمين الأفاضل اللي بيشرفونا لأول مرة، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وطبعا تعليقاتكم شيء يسعدني ويهمني جدا جدا جدا. نروح لموضوعاتنا، وأهم الموضوعات اللي هي المطروحة على الساحة وهي موضوع أرض النادي في 6 أكتوبر. حدثتكم بالأمس، وطبعا الانفراجة الكبرى وعودة أرض نادي الزمالك إلى أصحابها، ده الكلام ده أنا يعني ما ميلتش عنه ولا تغاضيت عنه. أرض نادي الزمالك عائدة عائدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنما طبعا الكلام كتر والتخوف، يعني ناس كتير خوفت من اللي حصل، وإن بيان شكر نادي الزمالك ليس بالضرورة هو حصول نادي الزمالك على أرض أكتوبر. أولا الوزير من البداية كان متعنت جدا في لقاءاته مع نادي الزمالك وفي ردوده، وهو اللي طلع الكلام اللي اتقال بسحب الأرض وما إلى ذلك، وما كانش فيه أي بادرة أمل من ناحية الوزير. الوزير تقبل الموضوع بصدر رحب، وإن هو داعم لنادي الزمالك من خلال البيان الذي أعلنه نادي الزمالك، ونادي الزمالك مسؤول مسؤولية كاملة عن كل كلمة ذكرت في هذا البيان. الوزارة الإسكان لم تدلي بأي بيانات، وطبعا كان المفروض أن هذا البيان يكون صادر من وزارة الإسكان، أما وإنه قد صدر من نادي الزمالك، فده من خلال ما حدث داخل الغرف المغلقة في وزارة الإسكان. الراجل داعم لنادي الزمالك. كل ده لم يأتي من فراغ، لم يأتي من فراغ، ولكن من ربط جأش وقوة رباط جأش وقوة جماهير نادي الزمالك العظيمة، اللي هي فجرت المواضيع، وأصبح إن الوزير أمامه ما عادش أمامه خيار إلا إن هو يعني يلتزم بالقانون ويلتزم ان ارض نادي الزمالك هي لصالح نادي الزمالك، خاصة قانونا الزمالك لم يكن عنده اي خطأ يذكر في ما ذكرته وزارة الإسكان في البيانين اللي هي أعلنتهم. البيان الأول إن الزمالك لم يقم بأي عمليات بناء تزيد عن 1% أو أقل من 1%. طبعا ده كلام هراء لا أساس له من الصحة. الزمالك في شهر 10 القادم هيسلم 27 ملعب لنادي الزمالك لكل الألعاب، وخلي بالكم إن الملاعب والكلام دوت بتبقى أهم حاجة فيها البنية التحتية. البنية التحتية ديت هي اللي بتاخد كل الوقت وكل المصروفات في البنية التحتية لكل الملاعب. فالأراضي أو الأندية هي بطبيعتها بنية تحتية، من الأساس هي بنية تحتية، صرف ومش عارف ايه وما الى ذلك، وصبات وحاجات كتير جدا جدا بتحصل. فالزمالك لا، الزمالك اشتغل اكتر من 1% بكتير طبعا. ثانيا بالنسبة للبلاغات المقدمة ضد نادي او مجلس ادارة نادي الزمالك، هي خاصة بمجلس ادارة نادي الزمالك، لا علاقة لا علاقة لوزارة الإسكان بما يتم في هذا الموضوع. يعني البلاغات المقدمة من المستشار مرتضى منصور في إن التربح والكسب غير المشروع، إيه علاقة الإسكان بهذا الموضوع؟ أما حكاية الأرض الاستثمارية أو المنطقة الاستثمارية، فده شيء متفق عليه بين الزمالك وبين وزارة الإسكان، وهناك يعني خطاب واضح وصريح صراحة تامة بزيادة النسبة أو الرقعة الاستثمارية لنادي الزمالك،
والبناء عليها فندقي وسكني وطبي وإداري، وكل هذا الموضوع كل عارفه تماما. يبقى إيه ما هو خطأ نادي الزمالك؟ طبعا ده الكلام ده كله من ضغط جماهير نادي الزمالك. طبعا طلع الواد للدغ، وانا بسميه للدغ، انا مش بلدغ يعني بتندر عليه او انما بس عشان اعمل فاصل بينه وبين دونجا، لان الاسم واحد. فطبعا خلينا نقول للدغ. للدغ بقى ايه؟ قال لك وفد الزمالك رايح يقدم ملف لوزير الاسكان بسلامة موقفهم، وهم متأكدين وعارفين ويعلموا علم اليقين ان القرار ليس بيد وزير الاسكان. دي مصيبة كبيرة يا جدعان، ولازم يحاسب هذا الألدغ على هذه الكلمات. يعني طبعا وزير الإسكان وهو طبعا السلطة العليا في وزارة الإسكان، أما يجي يقول لي بقى إن الموضوع ليس بيد وزير الإسكان، يبقى بيد مين يا حبيبي؟ من الجهات الأعلى قال لك إيه؟ مجلس إدارة الزمالك مش عايز يعترف بالحقيقة المرة. فالحقيقة المرة بتاعته، والحقيقة المرة إيه؟ إن قرار سحب الأرض تم بناء على قرار وزير الإسكان وقرارات أخرى عليا. ده الكلام اللي هو بيقوله. أخرى عليا، من الأعلى من وزير الإسكان؟ هو دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبقى معنى كده ان القرار ده صادر من الجهات العليا، وكلكم عارفين. كلكم عارفين ايه يا حبيبي؟ ده كلام فارغ. انما وزارة الاسكان بتتصرف من خلال مسؤولياتها، ووزير الاسكان بيتصرف من خلال مسؤولياته وخطاباته المرسلة الى نادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك بالنسبة الوقت بالنسبة حتى لوزارة الإسكان من غير قرار مستشار رئيس الجمهورية ينتهي في 31/12، وزيادة 6 شهور أخرى لكل للزمالك وكل من شبه نادي الزمالك. الناس المستثمرين كلهم أخذوا 6 شهور نظرا لزيادة الأسعار. فهتديني 6 شهور بعد 31/12، يعني هروح لشهر 6 سنة 26. يبقى إذا بالنسبة للوقت الزمالك معاه الوقت، بالنسبة للمنطقة الاستثمارية الزمالك معاه خطاب الاستثمارية. يبقى إيه اللي بيحصل وإيه اللي جاري؟ طبعا الموضوع سيادة الوزير قال لك انه هيكتب مذكرة بعد ان اقتنع بكل كلمة وكل ملف تقدم به نادي الزمالك، وقال لك طبعا ايه ده هيبعته لسيادة رئيس مجلس الوزراء. واعتقد يعني سيادة رئيس مجلس الوزراء ده راجل كان بيلعب كرة يد في نادي الزمالك، يعني ابن الزمالك. هل يضر نادي الزمالك؟ ولكن لا تركن عزيزي جمهور نادي الزمالك بما حدث، فأنت في ضغطك المستمر، والإعلام يظل في ضغط مستمر إلى أن ينزل العمل داخل أرض 6 أكتوبر، ونشهد كلنا العمل يدار بطريقة عادية جدا جدا. حتة بقى الأرض تانية في التجمع الخامس، طبعا البعض ممكن يقول لك لا، ما احنا ممكن ناخد من الزمالك 30-40 فدان ونديهم 30-40 فدان في منطقة تانية، وبدل ما الزمالك يبقى عنده نادي فرعين يبقى عنده 3. كلام يصار في هذا المجال. يعني انا مثلا ايه اديك 40 فدان في التجمع الخامس واخد منك 40 فدان في ارض 6 اكتوبر. كلام برضه يعني ممكن، هل ممكن هذا الكلام يحدث؟ انما دي ارض نادي الزمالك، كل شبر فيها ملك النادي الزمالك.
الزمالك دافع كل مليم في هذه الارض. الزمالك ليس عليه اي اخطاء، لا بالنسبه للوقت ولا بالنسبه للمنطقه الاستثماريه. عشان كده انا اتاخرت عليكم عشان خاطر اشوف الاخ عمرو اديب اللي هو يعني فجرها من كل الاتجاهات، وناشد حكيم الحكماء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه راعي الرياضة والرياضيين وراعي الشباب، وإنه يعني ينظر بعين العطف وبعين المسؤولية تجاه نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي من 1911 نادي كبير، نادي طبعا قوة ناعمة كبيرة داخل مصر. فيعني كانت المناشدة كبيرة جدا لسيادة فخامة رئيس الجمهورية. وكمان يعني استضاف كمال شعيب، وكل الخطابات اللي هي تؤكد صحة موقف نادي الزمالك تم عرضها على الشاشة بصورة طبيعية جدا، أي أن نادي الزمالك يعني يسير في الاتجاه السليم والصحيح، ولم يعد أمام جماهير نادي الزمالك إلا أنها تنتظر القرار النهائي بعودة الأرض تماما إلى نادي الزمالك. كلنا أمل في انتظار هذا الخطاب الرسمي لنادي الزمالك. طبعا أفاض واستفاض عمرو أديب في هذا المجال، تكلم بكل جرأة وقال لك أنا مفوض من قبل جماهير الزمالك في مناشدة رئيس الجمهورية والجهات العليا لإعادة أرض نادي الزمالك إلى نادي الزمالك. كمال شعيب قال اتكلم بعد عرض كل هذه التفاصيل وهذه المنشورات على الشاشة، قال لك هذه الأرض هي المخرج الرئيسي، بنفس اللفظ كده، هذه الأرض هي المخرج الرئيسي والوحيد لاستمرار نادي الزمالك، أي أن أرض 6 أكتوبر هو شريان الحياة لنادي الزمالك. لا أعتقد تماما أن يكون هناك أي قرار مخالف لعودة الأرض إلى نادي الزمالك. طبعا اتكلموا بعض في حق المستشار مرتضى منصور، ووصفوا بأنه طبعا الرئيس المعزول وهو اتعزل من قبل الدولة يا جماعة برضه. فطبعا ده كان بيان نادي الزمالك اللي أعلن نادي الزمالك المصري. وخلي بالكم يا جماعة، لا يعني ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني المستشار مرتضى منصور قدم للزمالك الكثير والكثير، قدم لنادي الزمالك بطولات. انا مش هنا يعني بثابت المدافع عن المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور يدافع عن نفسه كيفما يشاء، انما انا يعني تدي الحق لاصحابه. المستشار مرتضى منصور في فترة ولايته عمل الكثير والكثير لنادي الزمالك، انما دي امور شخصيه ماليش علاقه بها. انا ماليش علاقه بها، زي ما كان ممدوح عباس بيشتكي مرتضى منصور اثناء توليه رئاسه الزمالك، ايضا مرتضى منصور على نفس الشاكله وعلى نفس الوجه يسير. انما طبعا البيان اللي اعلن من قبل نادي الزمالك اعلن ايه نادي الزمالك؟ اعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم الجمعة تقدمه بعدة شكاوى للنائب العام ضد الرئيس السابق للنادي مرتضى منصور. وذكر الزمالك في بيان عبر الصفحات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الجمعة أن مجلس الإدارة قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، وذلك على خلفية بعض المخالفات المالية التي يرى المجلس الحالي أنها حدثت في عهده. مخالفات مالية حدثت في عهد وفقا لتقارير إعلامية مصرية. وأضاف تقدم النادي بعدد من البلاغات ضد مرتضى منصور للمستشار محمد شوقي النائب العام المصري بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام. وأوضح يؤكد مجلس الإدارة أن محاولات الهدم
وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم الجماهير وتشييد الفرع الجديد في مدينة 6 أكتوبر. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونشيد هذا الفرع على أحدث ما يكون. إنما كان هناك ردا للمستشار مرتضى منصور، وكان ردا ناريا على بيان نادي الزمالك، حيث كتب على صفحته على فيسبوك: هذا البيان مصيره سلة المهملات، أنا معزول تماما، انتظروا ردي بالصوت والصورة والمستندات، ردوا بالمستندات وإلا سأدعو أعضاء النادي لاجتماع بهم داخل النادي. مرتضى منصور يهدد بأنه هيبقى فيه اجتماع له داخل النادي مع الأعضاء. يعني أنا مش عايز الأمور تصل إلى هذه المرحلة، عايزين نعيش في سلام، عايزين نبني أرضنا، عايزين نرجع أرضنا. الخلافات بين الرئيس والأعضاء وغيره وغيره، الزمالك في حل عنها تماما. ده بالنسبة لأرض النادي في 6 أكتوبر. لا تقلق على أرض النادي، إنما يعني الجميع يظل متكاتف، الجميع يظل يضغط. الضغط الجماهيري هو من وصل بنا إلى هذه الحالة، وإن الأرض ملك نادي الزمالك. وبرضو الإعلام، وأشكر طبعا الإعلامي عمرو أديب إنه فجرها بطريقة مثيرة جدا. كل الإعلاميين يتحدوا في إن عودة أرض نادي الزمالك، مفيش حاجة اسمها مطور جديد، مفيش حاجة اسمها إن هتبيع الأرض لناس تانية، ومفيش حاجة اسمها إن يعني وزارة الإسكان بعد سنة ولا 2 تكون الناس نسيت وتبيعها. كلام لا أساس له من الصحة. إن شاء الله الأرض عائدة إلى نادي الزمالك، وإن شاء الله نحتفل سويا بعودة الأرض إلى نادي الزمالك، شريان الحياة بالنسبة للنادي. أنا عايز أطمنكم جميعا إن مفيش أي مشاكل بالنسبة أو أخطاء على نادي الزمالك، لا في التوقيت ولا في المخالفات الإنشائية. كل الزمالك أموره سليمة 100%. تعالوا بقى نروح لتصريح صادم لوزير الشباب والرياضة. الأستاذ أو الدكتور أشرف صبحي أول مرة يعلنها، وأنا مش عارف ده هو دلوقتي أعلنها ليه. هل يعني تهدئة الجماهير الزملكاوية ولا إيه الوضع؟ هو طبعا هو المقصود بهذا التصريح هو النادي الأهلي، لأن ما فيش حد بيعمل العملة القذرة دي غير النادي الأهلي. فهو قال لك إيه؟ لن نقبل قيد أي لاعب بمبلغ ضئيل وهو يأخذ أضعافه. ده الكلام اللي أعلنه وزير الشباب والرياضة. أنا مش عايز تصريح، أنا مش عايز تصريح، أنا عايز قرار، عايز قرار ومحاكمة لمن فعل هذه الفعلة النكراء. كون ان يطلع شوية محاسيب للنادي الأهلي على الشاشات وعلى التلفزيون يقول لك ايه يا جماعة، يا جماعة انتم ما انتوش فاهمين. فهمنا يا ابو الفهايم، اصل العقد في النادي الأهلي اللاعب له عقدين، عقد مع اتحاد الكرة وعقد اعلاني واعلامي، وكل ده ويقول كلمة ملهاش اي اساس من الصحة، ملهاش اي اساس من الصحة نهائي. بس للاسف اللي قاعدين ما بيعرفوش يردوا، وده متبع في كل الدوريات الكبرى في العالم والاندية الكبرى في العالم. اقسم بالله كذاب، والارض اللي تحته كذابة، وهو اكذب من مسيلمة. مفيش كده في العالم كله. يقول لك ده موجود في العالم وفي دول الخليج.
ليه يا حبيبي بتعمل عقدين؟ قال لك علشان يعني اما احب افسخ العقد مع اللاعب يبقى ايه، هدفع له ايه، سنه ولا اتنين باقي له في عقده. كلام فاضي. انما طبعا انا عايز افهم، هو اللاعب ده مش بيلعب كره؟ هو اساسا لاعب كره يتبع اتحاد كره القدم. العقد ابو ملاليم ده بيبقى فين؟ في اتحاد الكوره اللي هو منشأه. اما العقود الاعلانيه والاعلاميه ده بقول لك المفروض ان الدوله تشكرهم، تشكر النادي انه بيدخل اعلانات واعلان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الناس الهجاصه دي؟ عايز افهمها يعني انت حضرتك اما بتيجي طبعا في كل دول العالم دلوقتي بيتكلموا عن اللعب المال النظيف، يقول لك والاهلي اول نادي بيطالب باللعب المال النظيف. هو فين اللعب المال النظيف؟ ما انت في اتحاد الكره مقدم لي عقد ب5 مليون، وده طبعا يمشي معاك تمام التمام ومدفون له 14. يبقى فين اللعب المال النظيف؟ عايز افهمها، فين اللعب المال النظيف اللي هو هنا 5 مليون وهنا 120 مليون في العقد التاني على رأي الكواليني في العقد التاني 120 مليون منين؟ وتقول لي لعب مال نظيف؟ ده انتوا اوسخ من كده مفيش. ثانيا يقول لك ده بيدفع ضرايب عليها اكبر. مين قال لك الكلام ده؟ ما هو اللي قاعد بصماجي مش فاهم ضرايب ايه اللي بيدفعها اكبر. انت دخل العقد ده اتحاد الكرة اللي بياخد نسبة من عقد اللاعب. عشان كده الزمالك دايما مديون نسبة معينة من عقد اللاعب، 4% 5% من عقد اللاعب، وبيروح نسبة لوزارة الشباب والرياضة. فين الكلام ده؟ تحط لي 5 مليون واللاعب ياخد 120 130 مليون ولا 150 مليون ليه؟ وتقول لي عقود اعلانيه واعلاميه؟ دي اسمها عقود فجر. ده الفجر الاعلاني والاعلامي اللي بيتبعه هذا النادي. نفس الناس اللي بتقعد في التلفزيون تعرف ترد. ايه المانع انك انت راجل حلو وبتجيب اعلانات ب 120 و150 مليون؟ حطهم يا حبيبي، حطهم في عقد اللاعب ويبقى موجود كله في اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم ياخد نسبته الحقيقية، والضرائب تاخد نسبتها الحقيقية، ووزارة الشباب تاخد نسبتها الحقيقية. انما اي كلام غير كده تبقى انتوا بتهرجوا. فده تصريح صادم للنادي الاهلي يهدم المعبد اللي بيبنوه بحكاية العقدين للاعب. ايقاف الحكم الفاسد. الحكم الفاسد اللي كان بيحكم مباراة الزمالك وفاركو، الحكم محمود ناصف، وكمان ايقاف الحكم محمود شوقي حكم الفيديو. ضربة الجزاء الواضحة وضوح الشمس لشيكوبانزا، والحارس المرمى اللي دخل بعنف على قدم شيكوبانزا. كلكم فاكرين انا اتكلمت في هذا الموضوع وقلت باللفظ كده. شيكوبانزا بقى عمال يخبط على الارض ومش هيلاقي حد يفتح له. وطبعا الحكم ودن من طين ودن من عجين. يمكن اديت عذر للحكم وقلت طبعا ممكن يكون ما شافهاش، انما البيه اللي هو دسوقي اللي قاعد على الفار برضه ما شافش. عشان كده تم ايقاف الحكمين بالرغم انهم لسه مش صغيرين، بس واضح انهم عندهم امال وطموحات كبيره. ولاحظ ان الاخطاء دايما تقع على نادي الزمالك، انما على الاهلي اللي بيدور على الحكام عايز يجيب حكام بفلوس ويدفع لها الرشاوي عشان ينجو من المطبات الصعبه والمباريات الهامه. الخطيب فاشل، ومش انا اللي بقول، الكابتن انور سلامه
المدير الفني للنادي الاهلي سابقا، والراجل اللي كان بعيد عن الانظار بقاله فتره طويله، قال ايه؟ قال صفقات الاهلي في شنك، في شنك. ليه؟ ده احنا جايبين زيزو وجايبين تريزيجيه. تريزيجيه نزل يا جماعه من سابع سما لسبع ارض، وزيزو اساسا فاشل، اساسا للي بيفهم فاشل. فصفقات الاهلي في شنك، انما هي كلها مش يعني، هو كان قصده لك انها كلها صفقات مكايده، صفقات مكايده. ما انت عندك طاهر، محمد طاهر في الجناح اليمين احسن من زيزو، انما ناخد زيزو مكايده. عندك حسين الشحات في الوينج رايت احسن من زيزو، انما ناخد زيزو مكايده. اروح اجيب اشرف بن شرقي وانا جبت تريزيجيه، انما برضه مكايده. فطبعا الخطيب شغال شغل كده الناس، فالراجل طلع واتكلم وقال لك صفقات الاهلي في شنك، والخطيب لابد ان يبتعد عن اداره الكره في النادي الاهلي. كلام واضح وصريح بان هذا الخطيب فاشل. كمان في الاخ اللي اسمه عدلي الكيعي، عدلي الكيعي الراجل يعني طرح سؤال جميل ووجيه ولذيذ قوي قوي قوي، وقال لك ايه؟ من حق اسال. اسال يا ابو العريف، من حق اسال. هو ليه الاهلي ما بيلعبش المصري والاسماعيلي في القاهره؟ عارف الرد يقول ايه؟ انا ارد عليه انك ما عندكش دم. اي والله. طب وانت ليه ما بتلعبش الاسماعيلي في الاستاد الاسماعيليه؟ ليه ما بتلعبش المصري في استاد بورسعيد؟ امن. خلاص يا جماعه، موضوع بقى له دخل على 20 سنه. ايه؟ بقت محرمه على النادي الاهلي، وعايز كمان يلعبهم في القاهره. طب ما انت في القاهره، طب ما هو ده الملعب ده قريب من، اذا كنت انت خايف من جماهير الاسماعيلي والبورسعيد، طب ما انت لما تلعبهم في القاهره ما المسافه قريبه جدا. هتيجي جماهير الاسماعيلي وهتيجي جماهير المصري، وانت بسم الله ما شاء الله في برج العرب كانك في القاهره برضه. انما نفسي يعني ما سالتش نفسك سؤال، يعني كده تفتق ذهنك مره كده وقال لك نفسي اسال سؤال: هو ليه الاهلي نادي القرن بالرغم انه واخد 7 بطولات والزمالك واخد 9، من ضمنهم اعظم البطولات اللي يعني اكبر من البطولات الاكبر وهي بطوله ابطال الدوري، الزمالك كان واخدها 4 وانت واخدها 2؟ ليه ما سالتش نفسك السؤال ده يا كيعي؟ ليه ما سالتش نفسك السؤال؟ الزمالك لما انسحب اتخصم منه 6 نقاط وانا اتخصم مني 3. ليه ما بتسالش نفسك الاسئله دي؟ ولا عايز كمان تلاعب المصري والاسماعيلي في القاهره؟ ده مش عارف، زي ما بيقولوا في المثل، قبل ما بيخلق ايه بيخلق له صدغ يشحت بولا. تعالى، عايز اروح معاك للغندور. يا جماعه الناس اللي فاكرين الغندور ده زملكاوي واهم. خالد الغندور ليس بزملكاويا، بجيب لك من الاخر. في عنده جينات بايظه، وكان بيلعب في الزمالك بس عنده جينات بايظه خالص. يعني اوعى تنسى ان ابوه اهلاوي، فعندك جينات محروقه. مراته اهلاويه ولازم يرضيها، وفوق كده وكده عايز يتربح من السوشيال ميديا والمشاهدات، فيضرب في نادي الزمالك. ليه؟ لان الجينات عنده مضروبه. ان هو يقول لك ان
جون ادوارد بيجيب صفقات وبيفرضها على فريرا؟ ما حصلش. جون ادوارد اللي هو يعني يقوم بمهمة يعجز ملايين البشر من امثالك ان يقوم بربعها. بص لنفسك يا خالد يا غندور. اوعى، انا عمري ما هنسالك لما الزمالك كان رايح يلعب الاهلي في السوبر والواد كلب الكنبه اما طلع يكلمكم ويسالكم عن التوقعات، توقعت فوز الاهلي عشان ايه؟ السنيوره كانت قاعده جنبك. ما تقدرش تخالف كلام السنيور. فده اساميهم زملكاويه بالباطل ومعذورهم، هو غصب عنه، عنده جينات بايظه، جينات ابوه كان اهلاوي، وطبعا الجينات الاهم اللي هي جينات ارضاء زوجته الاهلاويه، وطبعا كمان جينات المكسب المالي. فهو ده يبقى دي العجينه بتاعت خالد الغندور، عشان الناس تبقى عارفه الوضع كما يجب. مش عايز اطول عليكم لان عندي اخبار كتيره جدا جدا. طبعا جماهير نادي طنجة حزينه جدا جدا على عدم لعب عبد الحميد المعالي، وقالوا باللفظ كده لاعب تم ارساله للمجهول، واتحاد طنجة كان في امس الحاجه الى هذا اللاعب. نتمنى ان هذا اللاعب الموهوب ان ياخد فرصته، وان الزمالك باذن الله دائما هو الاقدر، هو الاقوى، هو اكبر قلعه رياضيه في مصر وفي الشرق الاوسط. اترككم في رعايه الله وعونه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.